الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. أيها الكرام، تأملت هذه الآية. ايوه اتفضل. وهي قوله تعالى: والله غني حليم. قول معروف من الإنسان لأخيه الإنسان، وصدقة كذلك من الإنسان للآخر. فما معنى قوله تعالى: والله غني؟ ونحن نعلم ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج إلى صدقة المتصدق. مش كده ولا إيه؟ طب لماذا جاءت كلمة غني؟ سألت نفسي هذا السؤال. الإنسان مثل لو جاي يفعل الصدقة أو بخل، الله غني يعني الصدقة بتاعته اللي هو ماشي، هو فعلا الله غني. الله غني حميد. حليم لا يعجل بالعقوبة على من أثر الصدقة. إنما غني يعني هو الله هو اللي بياخذ الصدقة، هو اللي بيعمل الفقير اللي بياخذ الصدقة، لكنه سبحانه وتعالى نزل نفسه هنا منزلة الفقير. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا يفهمني أحد خطأ. نزل نفسه منزلة الفقير يعني إيه؟ كما قال في الحديث الرباني: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: وكيف تمرض يا ربي وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. يبقى معنى والله غني هنا أن الله نزل نفسه منزلة عبده الفقير، وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد. ليه؟ عشان الغني هو بيعطي الفقير يحترمه ويعلم يقينا أنه محتاج إلى الفقير ليكمل له الإيمان. فمن كمال إيمان الغني أن يعطي الفقير حقه. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.